من الثقافة للتاريخ ومن العادات للكرة. ولكن غنبقاو دائما في ماما افريكا، غنبقاو دائما في هذه القاره السمراء، غنبقاو دائما. واليوم غنهضروا على واحد من احسن الاحداث اللي كيوقعوا في هذه القاره هذه. غنهضروا على واحد الكاس اللي غالي على هذه القاره هذه، غنهضروا على الكاس افريقيا، غنهضروا على الاتحاد لكره القدم الافريقي، غنهضروا على التاريخ ديال هذا الاتحاد هذا، وغنهضروا من نهار تاسس، وغنشوفوا كيفاش كان، وغنشوفوا كيفاش تحول من فكره صغيره حتى ولا ينافس الكؤوس والاتحاديات العالم. غنشوفوا التاريخ ديال هذا الاتحاد هذا، وغنشوفوا شكون كان السبب في التاسيس ديال هذه الاتحاديه هذه، وغنشوفوا المغرب كذلك اول مره غيتشارك وغيشارك في هذا الكاس هذا، وغنشوفوا بزاف ديال الاحداث، وغنشوفوا التاريخ ديال الاتحاد كره القدم الافريقيه. ما تنساش تخليك في الفيديو حتى الاخر باش تعرف بزاف ديال الحوايج على هذه الاتحاديه هذه. في عام 1956 وبالضبط في 3 يوليوز غيتقام مؤتمر العام للاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو الفيفا، بالضبط في البرتغال في إشبول. وانا دا كانوا مشاركين فقط 4 المنتخبات اللي كانوا مشاركين من افريقيا، اللي هما جنوب افريقيا ومصر واثيوبيا والسودان. وفي ذاك المؤتمر العام تجمعوا هاد 4 الدول، وشافوا ذاك المؤتمر وقالوا علاش حتى حنا في افريقيا ما يكون عندنا الاتحاد ديالنا ويكون عندنا الكاس اللي نلعبوه ونجمعوا به الشعوب ديالنا. والفكره كانت من عند السوداني عبد الحليم محمد. فقط كانت فكره بسيطه اقترحها هاد 4 الدول وتقبلوها وقالوا ليه مرحبا. داكشي علاش مشاو اتفقوا باش انهم يديروا هذا المؤتمر هذا ويأسسوا الاتحاد لكرة القدم الافريقية. وفي 1957 غيتجمعوا هاد الدول هذا في مدينة الخرطوم بالسودان، وغيأسسوا هذه الاتحادية هذه ديال كرة القدم الافريقية، وغيترأسها لأول مرة الرئيس الاتحاد لكرة القدم لأول مرة اللي هو صاحب الفكرة عبد الحليم محمد السوداني. وتما تأسست الاتحادية لكرة القدم الافريقية وتسمات بالكاف. وديك الساعة كانوا مشاركين فيه فقط 4 ديال الدول، اللي هما هاد 4 الدول اللي كانوا أسسوا هاد الاتحادية هذه، اللي هي جنوب افريقيا ومصر والسودان واثيوبيا. وقرروا ان يكون اول كأس افريقيا هو داك العام ديال 1957، وبالضبط 16 فبراير ديال هذا العام غيتقام وغيتنظم اول كأس افريقيا في العالم كامل. وفي 16 فبراير من ذاك العام غيتنظم اول كأس افريقيا في السودان، وبالضبط في عاصمة السودان اللي هي الخرطوم. وكما قلت لكم غيشاركوا فيه فقط 4 ديال الدول اللي هما اللي كانوا اسسوا هذه الاتحاديه اللي هي جنوب افريقيا ومصر والسودان واثيوبيا. ولكن جنوب افريقيا غتقسى من هذا الكأس هذا وما غاديش تشارك فيه، لانهم كيميزوا ما بين السود والابيض في اللاعبين اللي غيشاركوا في هذا الكأس هذا. داكشي علاش الاتحاد لكرة القدم الافريقيه استثناوهم وقصتهم من هذه المشاركه هذه. وهذا الكأس هذا بدات فقط بجوج ديال المجموعات، وكل مجموعه كيكونوا فيها جوج ديال المنتخبات. وكانت انا داك بجوج ديال المجموعات، اللي المجموعه الاولى جات فيها مصر والسودان، والمجموعه الثانيه جات فيها اثيوبيا وجنوب افريقيا. وبما ان جنوب افريقيا تقصت من هذه المشاركه هذه، فاثيوبيا غتطلع مباشره للدور الاخر والنهائي، وغيتنظم ماتش ديال مصر والسودان في 16 فبراير، واللي غيكون اول ماتش غيتلعب في هذه القاره هذه، واللي غيتلعب في كأس افريقيا، واللي انتصر فيها اكيد المنتخب المصري على اثيوبيا بهدفين مقابل الهدف. واللي غيماركي اول هدف في هذا الكأس هذا هو رأفت عطية المصري، وغيتبعوا بالهدف الثاني محمد دياب العطار. اما اثيوبيا فغيماركي اول هداف في اثيوبيا اللي غيماركي على المنتخب المصري اللي هو برعي احمد بشير. فهاد 3 الاسماء هما اللي ماركاو في اول ماتش غيتنظم وفي اول ماتش من كأس افريقيا. والماتش خرج بالانتصار ديال مصر، واللي غتقابل اثيوبيا في النهائي. والنهائي غيكون ما بين مصر واثيوبيا. ومصر انا داك غتكون سجلت على اثيوبيا 4 الاهداف، واللي غتكون في الصدمه ان 4 الاهداف سجلهم لاعب واحد اللي هو محمد دياب العطار، واللي غيكون اول هداف في التاريخ ديال كأس افريقيا، واللي غيسجل
5 الأهداف. فهكا كانت أول مباراة، وهكا كانت أول كأس إفريقيا. ومن مورا عامين من أول كأس إفريقيا اللي غيتنظم في إفريقيا، غيجي كأس إفريقيا الثاني اللي غيكون في 1959، واللي غيشاركوا فيه كذلك 3 ديال الدول، لأن جنوب إفريقيا كذلك ما كانتش مشاركة في هذا الكأس هذا، لأنها كانت معاقبة الاتحاد كرة القدم، لأنها كانت كتميز وكانت كدير العنصرية في اللاعبين ديالها. داكشي علاش غيشاركوا 3 ديال الدول في هذا الكأس إفريقيا الثانية، اللي هي مصر، اثيوبيا والسودان، واللي غيلعبوا كمجموعه وحده كتكون من 3 ديال المنتخبات. واول مباراه في هذا الكاس هذا غتكون ما بين مصر واثيوبيا، واللي غتخرج ب4 ديال الاهداف لصالح مصر. وفي 25 ماي 1959 غيكون الماتش الثاني اللي غيجمع ما بين السودان واثيوبيا، واللي غيتماركا فيه الهدف الاول للسودان. اما الماتش الثالث فغيكون ما بين مصر والسودان كذلك، واللي غتفوق فيه مصر بهدفين مقابل الهدف. داكشي علاش مصر غتصدر المجموعه وهي اللي غتفوز بهذا الكاس هذا الثاني. واللي غيكون الهداف ديال هذه البطوله هذه هو محمود الجوهري المصري، ومصر غتولي مديه 2 ديال الالقاب متتاليه. دابا غنهضروا على اول مشاركه للمغرب في التظاهره هذه، واللي كانت في كاميرون في عام 1972. فمورا ما تغلب على مصر والجزائر في الادوار المؤهله الى كأس إفريقيا، فغيتأهل لهاد الأدوار النهائية ديال كأس إفريقيا واللي كتنظم في كاميرون، وغيجي في المجموعه الثانيه، واللي غيجي في الرتبه الثالثه. داكشي اللي غيخليه انه يخرج من الادوار الاولى، واللي غيخرج من المجموعه ديالو. اول مشاركه له غتكون هذه هي المصير ديالها، وغيخرج من المجموعات. ومن مورا 10 سنين من تأسيس ديال الاتحاد ديال كرة القدم الإفريقية غيجي 1976، واللي غيشارك فيه المنتخب الوطني المغربي. وهذا العام هذا هو العام اللي فرح فيه المغرب كامل، ومن ذاك العام ما عمرنا عنقنا الكأس الإفريقي. وغنهضروا على هذا العام هذا اللي هو 1976 والمشاركة ديال المنتخب الوطني المغربي. وكانوا الناس ما مرشحينش هذا المنتخب هذا لأنه كان ضعيف، وكانوا كيشوفوه أنه ما غيدير والو، كذلك كما كان دار 1972. ولكن في الاخر غيصدمهم وغيتصدر المجموعه ديالو في التصفيات المؤهله الى نهائيات كاس افريقيا 1976. ومن داز في المجموعات فغيتلاقى في المجموعه الثانيه والمجموعه النهائيه، لانهم في انذاك كانوا كيديروا مجموعات متفرقين، واللي تصدر المجموعه هو اللي كيفوز بالكاس. وما كانش داكشي ديال النهائي والدور النهائي والربع النهائي وداكشي اللي كاين دابا. وفاش غيتصدر المجموعه ديال التصفيات المؤهله غيطيح في المجموعه الاخرى اللي كاين فيه المغرب وغينيا ومصر ونيجيريا. ولكن اللي ما كانوش ضاربين لي الحساب وانه هذا المنتخب اللي ما كانوش كيرشحوه نهائيا غيصدموا وغيتصدر المجموعه وغيدي لهم الكاس، وغيكون اول كاس غيتوج به المنتخب المغربي، واللي غيتصدر المجموعه ب4 ديال النقاط. وغتجي غينيا كوصيف لهاد البطوله هذه، وغيكون الهداف ديال هذه البطوله هذه هو الغيني مامادو اليوكيتا. اما الهداف ديال المنتخب المغربي فغيكون هو احمد فارس ب3 ديال الاهداف، بينما مامادو فسجل 4 ديال الاهداف وكان هو الهداف ديال هذه البطوله هذه في 1976. ودابا غنعطيكم الاحصائيات ديال هاد كاس افريقيا من نهار تأسس ليومنا هذا. غنشوفوا شكون اللي كان كيتوج بالالقاب في الاعوام هادو كاملين. فغنبداو ب 1957 واللي داتها مصر، واللي كانت انذاك كتسمى الجمهوريه العربيه المتحده. وغتجي 1959 واللي غديها كذلك مصر. وغتجي 1962 واللي غتنظم في اثيوبيا وغديها اثيوبيا. وغتجي في 1963 واللي غتنظم في غانا وغديها غانا كذلك. وفي 1965 واللي غتنظم في تونس وغديها كذلك غانا. وفي 1968 اللي غتنظم في اثيوبيا وغديها الكونغو. و1970 واللي غتنظم في السودان واللي غديها كذلك السودان. وفي 1972 اللي غتنظم في الكاميرون وغديها الكونغو. وفي 1974 واللي غتنظم في مصر وغديها الجزائر. وفي 1976 اللي غتنظم اثيوبيا وغديها المغرب. وفي عام 1978 اللي غتنظم في غانا وغديها غانا. وفي 1980 اللي غتنظم في نيجيريا وغديها نيجيريا. 1982 اللي غتنظم في ليبيا وغديها غانا. 1984 اللي غتنظم في ساحل العاج وغديها الكاميرون. 1986 اللي غتنظم في مصر وغديها مصر. 1988 اللي غتنظم في المغرب وغديها الكاميرون. وفي 1990 اللي غتنظم في الجزائر وغديها الجزائر. وفي 1992 اللي غتنظم في السنغال وغديها ساحل العاج. وفي 1994 اللي غتنظم في تونس وغديها نيجيريا.
وفي 1996 اللي غتنظف جنوب افريقيا وغديها جنوب افريقيا. 1998 اللي غتنظف بوركينا فاسو غديها مصر. 2000 اللي غتنظف كل من غانا ونيجيريا وغديها الكاميرون. 2002 اللي غتنظف مالي وغديها الكاميرون. 2004 اللي غتنظف تونس وغديها تونس. وفي 2006 اللي غتنظف مصر وغديها مصر. وفي 2008 اللي غتنظف غانا وغديها كذلك مصر. وفي 2010 اللي غتنظف انغولا وغديها شكون؟ مصر. مصر دات 3 الالقاب على التوالي ما بين 2006 و2010 واللي غيكون اخر كاس غديه مصر. بينما في 2012 غتنظم في الكابون وغينيا الاستوائيه وغديها زامبيا. وفي 2013 غتنظم في جنوب افريقيا وغديها نيجيريا. 2015 غتنظم في غينيا الاستوائيه وغديها ساحل العاج. 2017 غيتنظم في الكابون وغديه الكاميرون. وفي 2019 غيتنظم في مصر وغديه الجزائر. و2021 غيتنظم في الكاميرون وغديه السنغال. 2023 اللي تنظم في ساحل العاج واللي غديه المغرب، واخا ما عرفت دغيا معنا ديال المغرب. وفي 2025 غيتنظم في المغرب واللي غديه كذلك المغرب ان شاء الله باذن الله.